الرجاء مش هيخلي حد في افريقيا. دي بطولة الرجاء. الرجاء قوي جدا، ولا بقول لاهلي مين ولا زمالك مين ولا دوري مصر مين ولا فيكسر مين ولا بيراميدز مين. ده الدوري المغربي. الرجاء واحد بس، زعيم افريقيا، هيقضي على امال المدرب الكاف مدرب الاتحاد المصري. هيقضي عليك يا اهلي انت وكهرباء، هخلص عليك خالص. النتيجة 5-0 للرجاء باذن الله على الاهلي. يلا بينا يا ابوي. يا ابوي على الاهلي دي انا مش عارف اشجع له مين. شجعت الرجاء وخسر، شجعت الهلال وخسر، شجعت سموحه وخسر. انا مش عارف اشجع مين. انا مش هشجع الزمالك، شجع الزمالك في مباراه السوبر. هشجع الاهلي عشان يخسر، عشان انا وشي نحس على كل الفرق. انا مش هشجع اي فرقه غير الاهلي عشان يخسر. مين قال لك انه الرجاء اصلا هيكسب؟ ده الاهلي هو الزمالك وليا. ده الزمالك لما يخسر في الدوري وما يخسر في كاس مصر وما يخسر في كاس الرابطه، لكن الاهلي بيكسب في بطوله افريقيا وبطوله الدوري وكاس مصر. لكن البطوله كاس الرابطه دي مالناش دعوه بيه. المهم هو سيد افريقيا. دي البطوله بتاعتنا يا بابا. شفت عمليه في الرجاء؟ كان ضحك، كان مفترسه. ومعانا مدرب ذكي جدا، مش زي زيزو. عندنا مدافعين مسجل، المدافعين بتاعتنا مسجل، مش زي المدافعين بتاعتكم ما تعمل اسيستات للفرقه الثانيه. والمهاجم بتاعكم ما يدرب الحراس، ما يدربهم. لكن احنا عندنا مهاجمين يا بابا، وهنحط عليكم في الصوبه. كده انت هتنسحب اصلا. مين قال لكم انكم انت هتلعب الصوبه؟ كده انتم منسحبين يا ابني. ومين قال لك ان الزمالك هيسيب بطوله السوبر؟ ده البطوله المفضله لدى جمهور الزمالك، والزمالك نفسه مش هيسيبها للاهلي خالص. وبعدين لو اتكلمت تاني هنفخك خالص، وانا هشجع الاهلي عشان يخسر. ولو اتكلمت هموتك، هفرمك. خلاص.